السلام عليكم. ازيكم؟ وحشتوني قوي قوي قوي. يا ترى العرق دساس؟ ايوه، العرق دساس، وده اللي هنعرفه ان شاء الله من خلال الفيديو بتاعنا النهارده. هنتكلم فيه عن العرق الدساس عن طريق قصة قصيرة لكن بجد جميلة. اسمعوني لنهاية الفيديو، هتعجبكم وهتعرفوا ان كان العرق دساس ولا دي مقولة ملهاش اساس. في البداية احب اقول لكم سلام عليكم، وحشتوني. تعالوا بقى ندخل في القصة على طول، وبلاش المقدمة الطويلة. قصتنا بتقول: دخل رجل غريب في بلدة ما، وكان بينادي: أنا سياسي، أنا سياسي، بحل المعضلات والمشاكل بين الدول، بين العشائر وبين الشخصيات. أنا سياسي. سمع الملك وهو جالس في قصره، فقال لخدمه: آتوني بهذا المنادي. فجابوله هذا المنادي، ودخل الرجل، وبعد التحية والسلام سألوا الملك: أنت سايس؟ أي قائد للخيل؟ فقال له السياسي: لا يا مولاي، أنا سياسي. قال له الملك: لا، أنا سمعت إنك سايس، واليوم تم تعيينك عندنا سايس للخير، ولي فرس أحبها وأريدك أن تهتم بيها. وخلي بالك، الفرس دي أنا بحبها أوي. رد السياسي: يا مولاي، أنا مش سايس، أنا سياسي. قال له الملك: قلتلك إنك سايس وإلا أعدمتك. فما كان من الراجل إلا الامتثال لأمر الملك، طبعا خوفا من الإعدام. فتسلم الفرس من السايس السابق، لكن السايس السابق حذره وقال له إيه: هذه الفرس أعز على الملك من روحه، احذر أن تخبره بعيوبها وإلا أعدمك. التفت السايس إلى الملك قائلا: مولانا، أما تعفيني؟ قال له الملك: لن أعفيك أبدا، قد عينتك سايس. فنادى على خدمه وقال لهم: حضروا للرجل غرفة وفراش، وأعطوه 3 وجبات، مرق ورز، ليباشر مهمته ويسوس الفرس. باشر الرجل عمله وبدأ يسوس الفرس، لكن بعد 20 يوم هرب، وكان خايف جدا من الملك. فأمر الملك بإحضاره وسأله: هربت ليه؟ ربما قد وجدت عيبا في الفرس. فقال له الراجل: مولاي اعفيني، اعفيني يا مولاي. قال له الملك: اخبرني ماذا وجدت في الفرس وإلا أعدمتك. قال له الراجل: إذا أعطيتني الأمان هقولك. قال له الملك: ليك الأمان. فرد عليه وقال له: الفرس دي أصيلة يا مولاي، كل من أخبرك إن هي رضعت من أمها الأصيلة اسمع، لكن ما تصدقش. حمل الملك سيفه عشان يقطع راس الرجل، وقال له: انت ازاي تقول عن فرسي ان هي ما رضعتش من امها؟ امر الخدم برمي الراجل في السجن، وارسل في طلب الوزير اللي اهداه الفرس، وسأل الملك قائلا: كيف تعطيني هذه الفرس وهي لم ترضع من امها الاصيلة؟ قال له الوزير: مولاي، سامحني يا مولاي، لقد ماتت امها عند ولادتها، ولم يكن لدي إلا بقرة واحدة فأرضعتها. أمر الملك بإخراج الرجل من السجن، وقال له: اخبرني، كيف عرفت أن الفرس لم ترضع من أمها؟ قال الرجل: الفرس الأصيل عادة تأكل في معلف أو تعليق في رقبتها وهي مرفوعة الرأس، أما فرسك يا مولاي فإنها تبحث عن الطعام على الأرض مثل البقر. فقال الملك للخدم: خدوا الراجل ده، أعطوه دجاج وطعموه جيدا. وأمروا بقى في المرة دي بحاجة صعبة جدا، أمروا هذه المرة أن يسوس زوجته الملكة، وقال: سوف ألحقك بخدمتها،
توسل الرجل: مولاي أعفيني يا مولاي، أعفيني جزاك الله خيرا، مش هقدر يا مولاي، أعفيني. قال له الملك: عليك تنفيذ أوامرنا. ذهب أحد الخدم للملكة علشان يخبرها بأن هناك خادما جديد سيكون نديما لها ومستشارا بأمر الملك، ولتطلب منه قضاء حاجتها. وفعلا، لكن بعد فترة من الزمن قال له: إيه بقى؟ ماذا وجدت؟ قال له الرجل متوسلا: اعفيني يا مولاي. قال له: ماذا وجدت في ملكتنا؟ قال له: اعفيني يا مولاي. لكن الملك أصر علشان كان عايز يعرف ماذا وجد في الملكة، وأعطاه الأمان. فقال له الرجل: إنها تربية ملوك وشرف ملوك وأخلاق ملوك وكرم ملوك. لكن يا مولاي، من قال لك إنها بنت ملوك اسمع ولا تصدق. طبعا الملك اتجنن وقال له: كيف تقول أن زوجتي ليست بنت ملوك؟ وأمر بسجنه وقطع الطعام عنه. وذهب إلى أم الملكة وأبوها كان ملك للبلدة المجاورة، ولما راح له كان شاهر سيفه عشان يعرف قصة زوجته. فقصوا عليه قصة البنت وقالوا: إيه؟ كانت ابنتنا لك وأنت لها، وهذا كان اتفاق بيني وبين أبيك الملك منذ كان عمرها 2 سنين، وكان أبوك ملك ظالم، لكن أصاب ابنتنا الحصبة وماتت، وفي الوقت ده أمرنا أبوك بإخلاء الغجر عن المنطقة، فطردناهم وحرقنا بيوتهم، وخرجت لأرى ما حل بالبلد، فوجدت هذه الطفلة وكان عمرها 2 سنين لوحدها قرب الوتد، فخدتها وربيتها. سمع الملك الكلام ده ورجع لبلدته وأمر بجلب الرجل من سجنه، وسأله: انت ازاي عرفت بسر زوجتي؟ قال له الراجل: مولاي، إن لها غمزة بعينها، وهي من عادات الغجر إنهم بيتغامزون عندما يتكلمون. قال له الملك: انت داهية، اطعموه خروف الصبح، وآخر عند الغدا، وتالت عند العشاء، ولكن هتجلس هنا وتسوسني أنا شخصيا. هنا بقى اضطربت فرائس السايس واحتار كيف يخلص من هذا المأزق، وحاول كتير وتوسل لكن ما كانش فيه فايدة. الملك مصر ليقوم الرجل بمهمته الجديدة. وبعد كام يوم هرب الراجل، لكن الملك جابه وسأله: عرفت ايه؟ قال السايس: بعد الأمان اديني الأمان. قال له: اديتك الأمان. قال له: من قال لك إنك ابن ملك؟ وقال له: اذهب وابحث عن أصلك. فذهب الملك لأمه وقال لها: أنا ابن مين؟ وأصر واستحلفها. فقالت لأمه: كان أبوك ظالم وما كانش بينجب، وكان كل شوية يتزوج بنت، وبعد 9 شهور إن لم تلد كان بيذبحها، وعلى هذا المنوال قضى على نصف بنات البلدة حتى وصل الأمر إلي، فماذا أفعل؟ إما الولد أو الذبح. وكان في القصر طباخ، أنت ابنه. أتى الملك للسياسي وقال له: إزاي عرفتني؟ قال له: معروف إن الملوك بتهب وتعطي ذهبا وفضة، أما أنت تعطي مرق ورز ولحم ودجاج. الذي يرافق الطباخ ماذا ينال منه عندما يرضى عليك؟ يعطيك طعام، وعندما يغضب يقطع عنك الطعام. العرق دساس يا مولاي. فعلا العرق دساس، وفعلا السياسي طلع سياسي وعارف كل حاجة. ودي كانت قصتنا النهاردة، يا رب تكون عجبتكم. في النهاية هقول لكم: اللي أول مرة يشوفني ما ينسانيش من الاشتراك وتفعيل زر الجرس على الكل، ولايك وكومنت. سلام.